السلام عليكم، كيفكم شباب؟ بعيد عن الفلة شوي وبعيد عن الطقطقة. أنا عندي موضوع أبيكم تسمعون فيه، يعني ما راح أطول عن 10 سنابات، بس اسمعوني. اليوم أسوأ خبر سمعته وفاة والدة خوينا عبد الله القحطاني، الله يرحمها ويتغمد روحها بالجنة. أنا طبعا كنت في الرياض وما دريت إلا قبل ساعة تقريبا. الله يرحمها ويتغمد روحها الجنة، ادعوا لها يا شباب. المشكلة مو هنا، صحيح إنه الجنة راحت خلاص، الأم راحت. المشكلة الأكبر أنه أخوه الكبير 3 سنوات من بعد زواجه ما شافته أمه ولا شافوه أحد. هو في ديره وهم في ديره. والله كان يقول لي، أذكر عبد الله يقول أقسم بالله حتى اتصال، يقول ما كان يتصل على أمي، كانت تبكي عشانه والمرض اللي فيها أصلا بسبته هو زوج. 3 سنوات ما تشوف أمك، 3 سنوات، وعشان مين؟ عشان زوجتك؟ لا حول. ماتت أمه الحين، وش ينفعه؟ عيال، زوجته، كل شيء يتعوض. كيف تعوض امك الحين؟ كيف ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم يقول امك ثم امك ثم امك، الجنة تحت اقدام امك، وانت لاهي مع زوجتك ومع عيال. انا امنيتي اشوفه هذا الحين بعد ما سمع ان امه توفت. وش سوى؟ بينفع انه يبكي الحين؟ سبحان الله، فرق بين ولد يودي امه مواعيدها المستشفى كل مكان وتدعي له، وبين شخص 3 سنوات ما شافته. الله يرحمها ويتغمد روحها في الجنة، والله يصبر عيالها وبناتها وأقاربها كلها، وإن شاء الله تحشر معهم في الجنة بإذن الله. والله العظيم يا عيال، يوم أكلمه أعزيه أول كلمة يقول لي أمي راحت يا وليد. أنت أمك موجود، أنت اللي تشوفني الحين، هذا شيء بسيط الحين صاير قدامك، خلاص إنسان فقد أمه. أنت وش وضعك؟ أنت إذا نمت في الليل هل أنت متأكد أنك تنام أمك راضية عليك؟ ارجع حاسب نفسك دام أمك موجودة. الناس اللي فقدوا أمهاتهم والله العظيم يقول لك أنا مستعد أعطيك ملايين الدنيا دي كلها بس رجع لي أمي. بس وش الفائدة بعد ما تروح؟ أنا ما عاد حبيت إني أنزل وأكثر هالمواضيع، لأني عارف إن في ناس فاقدين أمهاتهم يتأثرون بالكلام هذا. الله يرحمها، اليوم متوفي الله يرحمها ويتغمد روحها الجنة. والله يا عيال الدموع تنزل غصب. شيء في حتى لو أسمع عن فلان أقسم بالله كذا جسمي لا شعوريا. تكفى اللي تسمعني. الله الله بأمك، الله الله بأمك. حاول انك تكسب رضا امك الان. رضا امك صدقني من رضا الله سبحانه وتعالى. امك سبب عظيم في دخولك باذن الله الجنه، امك سبب عظيم في المصائب اللي تروح منك. والله العظيم امك جزء كبير منها. تعرف احد فاقد امه راح امسكه وتكلم انت وياه، اقسم بالله كل الكلام بتشوفه يبكي ويقول لك امنيتي امي ترجع لاخدمها طول عمري. تحس ان امك انت زعلتها في شيء، الحين ترجع لامك يا اخي. لا تطلع ولا ترجع لو انت بايس رجلها يا اخي. حاول انك تسعدها باي طريقه يا اخي. حاول ان طلوعك مع اخوانك، طلوعك مع العالم، هذه كلها ترى تتعوض الاشياء هذه. اهم من الاشياء ذي امك. وانتوا يا البنات، الله الله بامهاتكم. اوف ومدري ايش والاشياء هذه انسوها، لان ترى بيجي العوض في العيال. فانتبهوا اذا فقدتوا. ان اخوي عبد الله يعني ما شاء الله عليه، والله العظيم يا شباب من اكثر سناباته يتكلم عن الام. يا اخي انا حبيت الولد ذا من حبه لامه. يا شباب ما انسى اخوي وليد علي، قبل اسبوع تقريبا توفت امه، الله يرحمها ويتغمد روحها الجنه ويرحم جميع امهات المسلمين، امين يا رب. والله العظيم اسوأ يوم يمر علي هذا اليوم، لكن احنا مع الدعاء وكلنا بنموت. الله يصبرك يا عبد الله، والله يرحم امك ان شاء الله. الله الله بامك، امك ثم امك ثم امك. اللي امه موجوده الله يطول بعمره، واللي امه مريضه الله يشفيها، واللي امه متوفيه الله يرحمها. معلش طولت عليكم اليوم. صلوا على رسول الله، اشوفكم على خير.